الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مفتون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فيا عباد الله، هذا هو حال الأولين والآخرين. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإن حملت اليوم جنازة فاعلم أنك غدا على الأكتاف محمول. ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل ليوم موتك حتى إذا بكوا تكون أنت ضاحكا مسرورا. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك هارون الرشيد رحمة الله عليه عند وفاته قال لأبنائه: احملوني كي أنظر إلى قبري. وهو من هو؟ هارون الرشيد الذي كان يحكم 26 دولة إسلامية، كان يقف على المنبر وينظر إلى السحابة ويقول لها: أيتها السحابة أمطري حيث شئت فسوف يصلني خراجك بأمر الله. فلما حملوه إلى قبره ووقف على شفير القبر بكى، وتذكر أنه سوف ينقل من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الديدان والهوام، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع المبين. فبكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عباد الله، كم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من قصور تبنى وما تبنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، فلما علا مات. اعلم يا عبد الله أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، فالقبر باب وكل الناس داخله، والموت كأس وكل الناس شاربه. يا ليت شعري ما بعد الموت ما الدار، هما داران ما للعبد غيرهما، هما داران ما للعبد غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن عصيت فالنار
ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأموات المسلمين أجمعين. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى هذه الآية الجليلة العظيمة في سورة التغابن، يقول: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. آية مكونة من 3 جمل. الجملة الأولى تقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بعلمه وبقدره وبحكمته وعلى بصره سبحانه وتعالى. ثم يقول: ومن يؤمن بالله، ومن يصدق أن هذه المصيبة بتقدير المولى عز وجل وبعلمه وعلى سمعه وبصره، النتيجة ايه؟ يهدي قلبه، يطمئن إن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم يقول حق تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم بمن صبر وبمن جزع. فلكي تتقبل هذه المصيبة، مصيبة الموت، سماها الله عز وجل في كتابه مصيبة، فقال في سورة المائدة: فأصابتكم مصيبة الموت. لكي يستقبل الإنسان هذه المصيبة وهي فراق الأحبة وخاصة إحدى الوالدين، يجب عليه أن يتذكر أمر أكبر من الوالدين، وهو فقدان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا جميعا عباد الله لنرى هذا المشهد المروع الذي لم تشهد الدنيا مثله، وهو لحظات موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما أشيع خبر وفاة النبي في المدينة أصيب الناس بهم وكرب وتوتر وارتباك شديد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حساباتهم أن النبي يموت أولا قبلهم. كل واحد منه كان متذكر أو مفكر أن هو يموت الأول وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أمامهم. فجاء سيدنا عمر وشهر سيفه وقال: لا تقولوا أن محمدا قد مات، بل قولوا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. وشهر سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا. فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وكان خارج المدينة، فوجد الناس عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ويصرخون، فترك الناس ودخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم: وأريد منك أن تنتقل معي بمشاعرك وأحاسيسك إلى غرفة النبي الآن صلى الله عليه وسلم، كأنك ترى المشهد رأي العين. فدخل سيدنا أبو بكر وكشف البردة الشريفة من على وجهه وقبله بين عينيه وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس، وانظر إلى الثبات، فقال: على رسلك يا عمر، يعني اسكت. وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال سيدنا عمر: يا أبا بكر، هذه آية في كتاب الله. انظر، سيدنا عمر يحفظ القرآن كاملا، لكن الصدمة أنسات القرآن، فسكت ودخل إلى الحجرة النبوية صلى الله وسلم وبارك على ساكنها، ثم بكى بكاء شديدا كاد كبده أن ينفلق من شدة البكاء، ثم توقف عن البكاء وقال: اسمعوا إلى هذه الكلمات يا عباد الله. قال سيدنا عمر: ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، الخطب أعظم قيمة من أدمعي، والله ما جار الزمان ولا اعتدى بمثل هذا المصاب الموجع، فقد النبي فأظلمت كل الدنا، والحزن حل بكل قلب موجع، ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام لنوره المتشعشع. ثم سكت وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت هذه الكلمات التي تعبر عن نظرة سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أفراد الأمة لكنه رجل يساوي أمة. اسمعوا إلى هذه الكلمات، ولن أتدخل فيها بكلام من عندي حتى لا أفسد معانيها. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كنت تخطب الناس على جذع نخلة فصنعوا لك منبرا، فلما تركت الجذع وصعدت على المنبر بكى الجذع وحن إليك، فإن كان الجذع قد حن إليك يا رسول الله فنحن أولى بالحنين إليك من الجذع. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جعل الله طاعتك طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أعطى لموسى عصاة فضرب بها الحجر فانفجر منه الماء، فما أعجب من أن نبع الماء من بين أصابعك يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أحيا الموتى لعيسى ابن مريم، فما أعجب من أن نطقت الشاة بين يديك وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد سخر الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، فما أعجب من أنك ركبت البراق وصعدت إلى السماوات العلى وعدت في تلك الليلة وصليت بنا الفجر بالأبطح يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد ذكر الله لك العفو قبل أن يذكر لك الذنب، فقال: عفى الله عنك لما أذنت له. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أهل النار ليتمنون أنهم قد أطاعوك وهم يعذبون في النار، فقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن كان الله قد أرسلك آخر الرسل فقد ذكرك أولهم، فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد آمن بك على قصر عمرك وقصر دعوتك أكثر مما آمن مع نوح على طول عمره وطول دعوته، فقد آمن بك كثير وما آمن معه إلا قليل. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأنت ضربت وأوذيت وأخرجت وسال الدم من وجهك الشريف يا رسول الله، وما زدت على أن قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، ولو لم تتزوج إلا كفءا لك ما تزوجت منا، ولو لم تأكل إلا مع كفءا لك ما أكلت معنا، ومع ذلك جالستنا وتزوجت منا وأكلت معنا وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي نظرة سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلكي تستقبل المصيبة لابد وأن تضع هذا الأمر في حساباتك، وهو فقدان النبي يهون عليك بعد ذلك الأمر بفضل الله عز وجل. ففقدنا أما لنا في هذا اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، فاللهم اغفر لها ذنوبها، اللهم اغفر لها ذنوبها، اللهم اغفر لها ذنوبها، اللهم وسع في مدخلها، اللهم أكرم نزلها، اللهم أكرم نزلها، اللهم عاملها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم آنس وحشتها وآمن روعتها وثبتها عند المسألة. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم ثبتها عند المسألة، اللهم ثبتها عند المسألة. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.